وصفتنا وصفة سهلة وسريعة كلنا بنحبها. النهاردة هنعمل مع بعض الخيار المخلل. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي بأسهل المقادير، وازاي تظبطي الملح بتاعك، وازاي يطلع منك طعمه حلو، وازاي ما يتهريش معاكي. حاجة بنجيب الخيار لازم يكون طازة لسه جايباه. لو عملتيه وهو فيه حتى شوية دبلان بيطلع معاكي مهري وبيبوظ، لان اصلا ده المخلل الوحيد اللي بيتعمل بسرعة في نفس الوقت بيتهري اسرع. فاحنا علشان نحافظ ان يطلع الخيار بتاعنا مقرمش كده وطعمه حلو لازم نجيبه يكون لسه جايبينه ونقطعه. عايزة بقى تسيبيه سليم ماشي، عايزة تقطعيه قطع ماشي، عايزة دوائر حسب ما انتي حابة التقطيع بتاعك. عندي هنا المقادير بتاعتي، عندي نص معلقة شطة، وعندي ربع معلقة سكر، وعندي هنا فلفلاية حارة انا مقطعاها مش عايزاها شيليها من الوصفة خالص. عندي هنا ربع كوباية خل، الملح انا هعمله ازاي هقول لكم انا حطيت قد ايه ملح. وعندي هنا راس توم صغيرة، انا هرست التوم كده بالمدقة علشان يتهرس كده بس بقشره، خليه بالقشر، يعني مش لازم تغلبي نفسك وتقشريه، لكن لو عايزه تقشريه تمام مفيش مشكله. طيب اظبط ازاي الملح؟ اول حاجه هتشوفي انتي هتعملي المخلل بتاعك في ايه. انا هعمله في فالعلبه دي، يعني انتي حابه تعمليه في بلاستيك ماشي، حابه تعمليه في ازاز، الازاز طبعا بيبقى حلو جدا، بس انا ما عنديش دلوقتي برطمانات ازاز متاحه، كله معمول فيه مخللات تانية لفت وحاجات كده. فاحنا هنحط هنملى دي، هنشوف بالمج بتاعنا بتاخد كام كوبايه ميه. دي بتاخد المج اللي عندي، المج ده بتاخد 5 مجات. بتحطي على كل كوبايه ميه معلقه اكل ملح. انت كده هتحطي 5 معالق ملح، كده هيطلع معاكي الملح مظبوط جدا. انت بقى بتحبيه يبقى مملح شويه، بتزودي معلقه كمان او نص معلقه كمان، او بتملي المعلقه على الاخر، لكن انا بتكلم ان المعلقه تكون مظبوطه. يلا بينا نبدا خطواتنا اللي مفيش اسهل منها. اول حاجه بنزل بالثوم، الملح، السكر والشطه، بعد كده الخل، بعد كده الميه، بعد كده هنقلب بقى كل الملح والحاجات دي كده مع بعض، وبعدين ننزل بالخيار بسم الله، وبعدين اخر حاجة بحطها الفلفل الحار. احنا كده خلصنا المخلل بتاعنا، ايوه خلصناه تمام. طيب انا هنا حطيت ميه عاديه، ميه من الحنفيه. انتي بقى لو عايزاه يستوي بسرعه ومستعجله عليه وعندك مثلا عزومه او حاجه وبتعمليها من بالليل، حطي ميه سخنه، بس ما تكونش سخنه قوي عشان ما يتهريش وانتي بتحطي الميه بتاعتك. هتحطي الميه تكون الى حد ما سخنه، وبعد تاني يوم هتلاقيه او بالليل اصلا هتلاقيه بدأ في السوا. لكن في العادي كده هتسيبيه يومين بالظبط، هيبدأ ان هو يطلع معاكي مقرمش طعمه حلو. السكر مع الخل هيعادل الحموضه اللي هتبقى فيه. هتلاقيه كمان الملح بتاعه مظبوط جدا. بعد ما عدى يومين يعني يومين ونص كده، تعالوا نشوف الخيار عامل ازاي. بسم الله، بسم الخيار عامل ازاي. مقرمش جدا، مش مهري ولا حاجة. اتمنى تجربوا وصفتي. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وسبسكرايب للي لسه مشتركش في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.